السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأفضل الأحوال وبصحة جيدة. اليوم جيتكم فيديو جديد عن قصة حقيقية على الرجل المسلم اللي ذهب إلى الكنيسة ليحضر درس القسيس. ونبدأ على بركة الله. رجل مسلم جاءته رؤيا بأن يذهب إلى الكنيسة ليحضر درس من القسيس، وذهب فعلا، فعرف القسيس وقال: يوجد بينكم محمد أي مسلم. فوقف المسلم وقال له: كيف عرفت؟ فقال القسيس: سماهم في وجوههم. فابتسم المسلم وقال له القسيس: أريد أن أسألك 21 سؤالا، وإليك الأسئلة. ما هو الواحد الذي لا ثاني له؟ وما هما الاثنان الذين لا ثالث لهم؟ وما هو الثالث الذي لا رابع لهم؟ وما هم الأربعة الذين لا خامس لهم؟ وما هم الخمسة الذين لا سادس لهم؟ وما هم الستة الذين لا سابع لهم؟ وما هم السبعة الذين لا ثامن لهم؟ وما هم الثمانية الذين لا تاسع لهم؟ وما هم التسعة الذين لا عاشر لهم؟ وما هي العشرة التي تقبل الزيادة؟ وما هي 11 الذين لا 12 لهم؟ وما هي 12 الذين لا 13 لهم؟ وما هي 13 الذين لا 14 لهم؟ وما هو الشيء الذي يتنفس ولا روح فيه؟ وما هو القبر الذي سار بصاحبه؟ وما هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله وأنكره؟ وما هي الأشياء التي خلقها الله بدون أب وأم؟ ومن المخلوق الذي خلق من النار؟ ومن أهلك بالنار؟ ومن حفظ من النار؟ ومن الذين خلق من الحجر؟ ومن هلك بالحجر؟ ومن حفظ بالحجر؟ وما هي الشجرة التي لها 12 غصنا، وفي كل غصن 30 ورقة، وفي كل ورقة 5 ثمرات، 3 منها بالظل و2 بالشمس؟ هذه هما الأسئلة 21 الذين سألهم القسيس إلى المسلم. في نظركم أنتم أيها المشاهدين، كم سؤال عرفتم وكم إجابة أجبتم؟ قبل أن أجيبكم فكروا في هذه الأسئلة واسألوا أنفسكم: هل تعرفون الإجابة؟ نكمل قصتنا. فابتسم المسلم ابتسامة واثقة بالله وأسمى بالله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى الواحد لا ثاني له، واثنان الذين لا ثالث لهما الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتان، والثالثة التي لا رابع لها هي أعذار موسى مع الخضر، إعطاب السفينة وقتل الغلام وقيام الجدار، والرابعة الذين لا خامس لهم القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. وأما الخمسة التي لا سادس لهم صلوات الخمسة المفروضة، والستة التي لا سبع لها الأيام التي خلق الله تعالى فيها الكون، والسبعة التي لا 8 لهم السماوات السبعة الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وال8 الذين لا 9 لهم هم حملات عرش الرحمن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وال9 التي لا عاشر لها هي معجزات موسى عليه السلام: العصا واليد والطوفان والسنون والضفادع والدم والقمل والجراد وشق البحر. وأما العشرة التي تقبل الزيادة هي الحسنات، ومن جاء بحسنة فله 10 أمثالها، والله يضاعف الأجر لمن يشاء. وال11 الذين لا 12 لهم هم إخوة يوسف عليه السلام، وال12 التي لا 13 لها هي معجزة سيدنا موسى: وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منها 12 عينا. وال13 الذي لا 14 لهم هم إخوة يوسف وأبيه وأمه. وأما الذي يتنفس ولا روح فيه فهو الصبح، والصبح إذا تنفس. وأما القبر الذي سار بصاحبه هو حوت عندما التقم سيدنا يونس عليه السلام. وأما الذين كذبوا ودخلوا الجنة هم إخوة يوسف عليه السلام.
والشيء الذي خلقه الله وأنكره هو صوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وأما من خلق الله وليس له أب وأم فهم آدم عليه السلام، ونخاة صالح، وكبش فداء، وحية موسى. وأما من خلق من النار فهو إبليس، ومن هلك بالنار فهو أبو لهب، ومن حفظ من النار فهو إبراهيم عليه السلام. وأما من خلق من الحجر فهي ناقات صالح عليه السلام، ومن هلك بالحجر فهم أصحاب الفيل، وأما من حفظ بالحجر فهم أصحاب الكهف. والشجرة هي السنة التي لها 12 شهرا يعني غصنا، و30 ورقة هي الأيام، وفي كل يوم 5 ثمرات وهي الصلوات الخمسة، والثلاثة التي بالظل هي صلاة الفجر والمغرب والعشاء، والاثنتان اللتين بالشمس هي الظهر والعصر. هذا كان رد المسلم، فتعجب القسيس والحضور، ولكن فوجئ القسيس بسؤال واحد موجه من الشاب المسلم، وهو: ما هو مفتاح الجنة؟ هنا لم يقدر القسيس على الإجابة، لكنه اضطر للإجابة بعد إلحاح الحضور، ولكنه طلب الأمان. أتتوقعون لماذا طلب الأمان؟ لأن الإجابة هي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأسلم القسيس ومن معه وهم في قلب الكنيسة. أترون ما أعظم الثقة بالله؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الرجل الذي ذهب إلى الكنيسة هو أبا اليزيد البسطامي في العراق، وراوي القصة شيخ عبد الحميد الكشك رحمه الله. عجبتني هذه القصة وتمنيت أن أشاركها معكم، وإن نالت إعجابكم أتمنى أن تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ويومكم مبروك، وتقبل الله صيامكم.